لأنه هن أخطر من الصاروخ. من أمام الإسكوا ارتفعت الأصوات وفاءً للشهيدة أمال خليل، لكل صحافي دفع حياته ثمن للحقيقة، لا للصمت الدولي اللي بشرعن الجريمة. نحن صحفيين قاموا بواجبهم المهني وتجهزوا بالمعدات التي يفترض أن يتجهزوا لها في زمن الحرب، ولكن إسرائيل تعمدت قتلهم بالقصف وبالمسيرات الانقضاضية وبالغارات الجوية. أنا ما بتعجب إنه العدو الإسرائيلي يستهدف الإعلاميين، لأنه هن أخطر من الصاروخ وأخطر من الطائرة الحربية. حاملين القلم وحاملين الموقف وحاملين الكاميرا وحاملين الميكروفون، مشان هيك بخاف العدو من صوت الإعلام، من صوت الحقيقة. احنا علينا نكفي النضال لانه هيدا شيء مش مقبول. ليش الصحفيه؟ لانه الصحفيه هن بيخبروا شو بتعمل، عم بيخبروا شو عم بيصير على الارض. مشان هيك يجب بالنسبه للاسرائيليه اسكاتهم، لانه عم بيقولوا الحقيقه.